السلام عليكم. خليني ابدا معاك يا برنس بتدريبات نادي الزمالك النهارده استعدادا للمباراه الوديه المقرر لها ان شاء الله بكره يوم الاثنين، استعدادا لمباراه المصري في الدوري. المباراه المقرر لها يوم 5/4 بعد ما كانت يوم 6/4. تم تقديم المباراة 24 ساعة استعدادا لمباراة شباب بلوزداد في الكونفدرالية. عايز اقول لك ان اللعيبة كلها جاهزة، اللعيبة كلها في كامل قوتها باستثناء بس شوكو بنزا. الحمد لله وبفضل ربنا مفيش اي اصابات لاي لعيب بفضل بس ربنا سبحانه وتعالى، وباستثناء شوكو بنزا عندي بس جزع في الركبه، وده بيتعمل له جلسات علشان خاطر يلحق بس مباراه المصري، او يلحق اقل ما فيها لو ما لحقش مباراه المصري يلحق بس شباب بوليسداد. تمام تمام. هنقول لك يا برنس النهارده الحمد لله يعني وبفضل ربنا اللعيبه كلها جاهزه. كابتن معتمد جمال عايز يطمن على اللعيبه بالمباراه الوديه دي، عايز يشوف اللياقه، عايز يشوف البدني، عايز يشوف اللعيبه اخبارها ايه، مين اللي جاهز ومين اللي مش جاهز. عايز اقول لك نادي الزمالك ان كل ما هو قريب من نادي الزمالك او من جون ادور او من الاداره قافلين على قد ما يقدروا على نادي الزمالك. لو سالت اي حد هيقول لك لا، احنا كل تركيزنا في مستحقات اللعيبه ورصد مكافآت لتحفيز اللعيبه على الفوز على المباريات اللي جايه. ده كل التفكير اللي بيفكر فيه نادي الزمالك. طيب لو اتكلمت مع اي حد على موضوع الصفقات والتعاقدات هيقول لك لا، احنا ما بنتكلمش على اي حاجه في المواضيع دي، احنا كل تركيزنا في دفع مستحقات اللعيبه. خليني اقول لك ان شاء الله خلال الثلاث ايام او الثلاث اربع ايام اللي جايه نادي الزمالك هيصرف 52 مليون جنيه مستحقات متاخره للعيبه، هيتم تحويلها للعيبه لحساباتهم ان شاء الله. دي طبعا مستحقات للعيبه للاجانب وللمصريين. قصه رفع ايقاف القيد، نادي الزمالك هيجي له ايقاف قيد الرقم ال 15. الرقم ال 15 عشان خاطر انت ما تتفاجئش، ده بالنسبه لنادي الزمالك. انا اللي بقول لك الكلام ده عشان خاطر انت تكون على استوعاب بالموضوع وما تتفاجئش، وتكون عارف بالوضع وبالموضوع وما تتفاجئش خالص ان في وقف قيد 15 جاي. فانا حبيت اقول لك الكلام ده، وحبيت اقول لك ان في قضيه كمان جايه جديد. طيب هقول لك ان الزمالك هيفك القيد، وده مش رفاهية بالنسبة لهم، ولا ممكن مثلا الموضوع يكون 50-50. لا، ده الموضوع ده شكل نهائي وشكل رسمي وغصب عنهم. لان عرفنا ان حتى لو الزمالك انا مش عايز اشارك في افريقيا، وده مستحيل اصلا يحصل يعني، بس هنفترض وقال لك ان انا مش عايز اجي في الصفقات، عرفنا ان هيجي ايقاف تأديبي على الزمالك لمدة 3 فترات. حتى لو دفعت بعد كده، حتى لو حليت مشاكلك، وحتى لو دفعت الفلوس، انت كنادي الزمالك لازم تأدي 3 فترات قيد موقوف من ايقافه، من تدعيماته، من الصفقات. عشان كده الزمالك عايز يتجنب الثلاث حاجات دول: واحد، انك انت تشارك في افريقيا; اتنين، انك انت تجيب صفقات; تلاتة، انك انت تتجنب 3 فترات قيد. فده لحالة نادي الزمالك وقصته. هو مش المبلغ مش مليون ولا 10 ولا 200 ولا 300، انت بتتكلم في ال 270 مليون جنيه، يعني انت عديت الربع مليار جنيه. مين السبب في الموضوع ده؟ مجلس إدارة نادي الزمالك اللي عايشين في الفلفل، هو السبب اللي احنا عايشين فيه. جبنة وبولدة وبوردة وما عندهمش دم. واحد يقول لك انا تعبان وخلع، واحمد سليمان بيقول لك انا ما بكلمهوش، وكل واحد ماشي بدماغه. ومين اللي بيتظلم في الموضوع ده؟ الجماهير، عشان خاطر احنا اللي بنلبس في الاخر. هتسمع في الاعلام ان الزمالك مش بيفاوض القندوسي، ان الزمالك مش بيفاوض عبد القادر، والزمالك مش بيفكر في الصفقات والحكايات والروايات. طب الكلام ده مين اللي جاي له؟ جون ادوار ورجالته. جون ادوار هم اللي مطلعين الكلام ده على السوشيال ميديا. طب هل الكلام ده حقيقي؟ لا، الكلام ده مش حقيقي.
هما مطلعين الكلام ده عشان يخلوا الفرقه تركزها، وده لمصلحه النادي على فكره، عشان خاطر يشوفوا احتياجات الفرقه ايه، عايزين ايه، ده ينفع ده ما ينفعش، ده يجي ده ما يجيش. شغل على ارض الواقع. الوكيل اللي بينتمي للنادي الاهلي اللي اسمه يه ومش هقول اسمه، ده شغال يضرب في استقرار نادي الزمالك. مرة يقول لك مدرب نادي الزمالك جاي له عروض، جون ادوار جاي له عروض، ده محمد شحاتة هو اللي عايز يمشي، ده مين اللي عايز يمشي، ده مين اللي اتخانق، ده مين اللي ضرب، ومش عارفين يوقعوا الزمالك ازاي بأي طريقة، بيجيبوا له من هنا يجيبوا له من هنا. بس ان شاء الله الزمالك مش هيوقع ولا هينهزم، الزمالك ان شاء الله هيفوز بالدوري وهيفوز بالكونفدرالية. نادي الزمالك تلقى اخطاب رسمي بتقديم مباراته مع المصري 24 ساعة زي ما الزمالك طلب، وده بفضل الله تم الحمد لله، ان الزمالك خلاص هيلعب يوم 5/4. الناس بتسأل مباراة الزمالك مع شباب بلوزداد امتى او يوم كام؟ هقول لك ان انا قلتها قبل كده ان المباراة يوم 10، وهقول لك ان شباب بلوزداد على سفيح ساخن. شباب بلوزداد اللي هو المنافس بتاع الزمالك عنده مشاكل الدنيا في الفرقة من جوه، النفوس مش صافية لبعض. اقالوا المدرب بتاعهم، عينوا جهاز مؤقت، وفي لعيبة بتغيب عن التدريبات، في لعيبة بتتخانق في أوضة اللبس. الزمالك قال لك ملناش علاقة. الزمالك قال لك يظل شباب بلوزداد فرقة قوية، فرقة مميزة، فرقة لها جمهور، عندها قدرات وعندها إمكانيات كبيرة جدا جدا. احنا ملناش دعوة، احنا هنلاعب شباب بلوزداد وهنعمل له 1000 مليون حساب. انتوا شفتوا الجمهور بتاع شباب بلوزداد، عندي كمية جمهور فضل يدعم وفضل يساند، وانتوا كمان شفتوا شباب بلوزداد صعد بنتيجة 1-1 بنتيجة الإياب في مصر، ونتيجة 0-0 في العودة في الجزائر. فالزمالك إن شاء الله هيلعب الذهاب في الجزائر والعودة في القاهرة بمشيئة الرحمن سبحانه وتعالى. عايز أكلمك على قصة أحمد القندوسي. عجبني قوي نادي الزمالك ان هو رفض موضوع ان هو يدخل في مزادات، وان هو مش هيعلي السعر، وان هو حدد رقم لاحمد القنطوسي يدرس ويشوف عروضه، وبعد كده يا اما يوافق على العرض بتاع نادي الزمالك يا اما يرفض العرض من اساسه. عايز اتكلم معاكم يا رجاله برضو عشان خاطر انتوا تجوا معايا في الصوره وتعرفوا ايه اللي بيحصل وايه اللي بيدور. خليني اقول لكم ان اخوان بزيره، عشان خاطر انا بجيب لك من الاخر، وفي ناس بتقول لك ده ماشي ده رايح ده جاي. نادي الزمالك لم يوافق على رحيل اخوان بزيره باقل من مبلغ 5 مليون دولار. مبدئيا 5 مليون دولار عشان خاطر بس الزمالك يوافق على رحيل اخوان بزيره. يعني 5 مليون دولار حوالي كده ربع مليار جنيه. يعني لما حد يجيب لك ربع مليار جنيه لاخوان بزيره، اكيد يعني مبلغ هيفرق معانا جامد. اقل ما فيها بس هنسد المشاكل اللي علينا. الناس اللي بتقول لك بنتايج هيرحل، وبنتايج بيفكر ان هو مثلا يسيب نادي الزمالك وان هو جايب عرض، عايز اقول لك ان بنتايج من يوم ما اتجوز بنت الاستاذ احمد سليمان وهو مستقر في نادي الزمالك، وموضوع الرحيل ده مرفوض تماما من نادي الزمالك. وعايز اقول لك ان اللي بيقول لك ان منتخب مصر خلاص بقى قوة ضاربة عشان خاطر غلب السعودية 4-0 في ارضه وسط جماهيره اللي ما كانش اصلا فيه جماهير كتير يعني. عايز اقول لك ان انا لو جبت مثلا عيال ابن عمي الصغيرة تمام هيغلبوا السعودية على الاداء بتاعهم دي. تتفرج على منتخب مصر امتى؟ اتفرج عليه في مباراة منتخب اسبانيا. مباراة منتخب اسبانيا مباراة قوية، مباراة ديربي، مباراة ضرب نار، مباراة تكسير عظام، مباراة نهائي مبكر. ربنا يستر على منتخب مصر. عايز تشوف منتخب مصر بجد؟ اتفرج عليه في مباراة منتخب اسبانيا، احكم عليه في المباراة دي. شوف المباريات، شوف الامكانيات، شوف القدرات، وبعد كده احكم على حسام حسن. محمد صبحي مقموص وزعلان بسبب ان هو العقوبة اللي نزلت عليه بتاعت المليون جنيه، واللي هو ايه بقى بيفرض بيتكلم اكتر من مرة ان العقوبة دي تتلغي وتتشال، بس
خلاص محمد صبحي اتجمد، محمد صبحي مش هيشارك في المباريات اللي جايه، والعقوبه بالفعل اتوقعت عليه 1,000,000 جنيه. واللي هيلعب الفتره اللي جايه محمد عواد والمهدي سليمان، والتالت بتاعهم احمد الشناوي. خلينا اتكلم معاكم واقول لكم ان النادي الاهلي هيضرب في بيراميدز، وبيراميدز هيضرب في الاهلي في موضوع الصفقات. ليه؟ عشان خاطر حاليا بيراميدز عايز اليو ديانج، وبيفاوض اليو ديانج بشكل كبير جدا جدا، ومتمسك ان هو يجيب اليو ديانج. الناحيه التانيه الاهلي عايز يجيب ابراهيم عادل، ومتمسك بابراهيم عادل، واتم اتفاقياته مع ابراهيم عادل بشكل كبير جدا جدا. فهنا في خناقه وهنا في خناقه، ده عايز ده وده عايز ده، وده عمالين يلفوا حوالين بعض كده ايه على بال ما الدواخين يا لمونه. ولكن الاقرب ان الاهلي خلاص اتم اتفاقياته مع ابراهيم عادل، وبيراميدز قال لك خلاص انا كمان هجيب اللعيبه اللي انا عايزها. بيراميدز بيجيب بيراميدز بيكلم اكرم توفيق، بيكلم اليو دانج، بيكلم اي كل اللعيبه اللي في نادي الاهلي اللي هو عايزها. يا ترى ايه اللي هيحصل وايه اللي جاي؟ ده اللي احنا هنتابعه معاكم الفتره اللي جايه ان شاء الله خير. وان شاء الله الزمالك يفوز بالكونفدراليه، هيكسب 200 مليون جنيه هتنفعه في الخنقه والزنقه اللي احنا فيها. ربنا يسترها ان شاء الله كده على مباراه شباب بلوزداد. يا جماعه ادعوا التوفيق لنادي الزمالك، وتحياتي لكم. السلام عليكم.